بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة بقى كنا في السوق زي ما انتوا شايفين كده. هننزل بقى كل الحاجات بتاعتنا كده ونفتحها مع بعض ونشوف النهاردة جبنا ايه كده من السوق. النهاردة بقى كانت الأسعار كويسة كده، فجبنا كل حاجة احنا محتاجينها في البيت. الخضار كده أخضر ومرعرع، شايفين الخضرة عاملة ازاي. جبنا النهاردة بقى بتنجان، وجبنا خضرة هيت، وجبنا النهارده بقى الطماطم بتاعتنا دي كان حوالي الكيلو ب5 جنيه. وادي الخس زي ما انتوا شايفين كده. البتنجان بتاعنا ده كان بشاير، حبيته كده لقيته اخضر كده وطري كده، وحسيته لسه بشاير فجبت منه. ودي برضو فاصوليا خضرا اهي. وده خيار، الكيلو كان ب5 جنيه، والفاصوليا كانت ب10 جنيه. وجبنا برضو موز، وجبنا ايه دوت بسلة وجزر. يعني كده يعتبر جبنا كل حاجة احنا محتاجينها زي ما انتوا شايفين اهو. بتجيبي بقى كده من السوق كل اللي انت محتاجاه، تفضلي بقى طول الاسبوع كل حاجة موجودة عندك زي ما انت شايفة كده. تستعملي بقى، ما تخرجيش تحسي ان كل حاجة موجودة عندك. بس كانت اغلى حاجة بصراحة كانت البطاطس. كانت ال2 كيلو ب25 جنيه. البطاطس لا البطاطس كانت غالية زي ما انتوا شايفين. والشطة دي كان الكيلو ب10 جنيه. جبنا كل الخضار ما شاء الله صابح كده وحلو من السوق النهاردة. فقلت كده اوريكم معانا ونشوف الاسعار ايه كانت عاملة ايه مع بعض. جبنا بقى شوية خضار، وبعد كده نجهز بقى الفطار بتاعنا النهاردة. يوم السوق يعني فطار كده محبش وحرش زي ما انتوا عارفين. شايفين ما شاء الله. هنركن بس كده الحاجة بتاعتنا، وبعد كده نبقى نحط احنا في التلاجة براحتنا علشان ما نطولش عليكم. وجبنا بقى كده ببصل اخضر برضو. خلاص اركني بقى كده الحاجة بتاعتك، وبعد كده هنعمل الفطار ونبقى نشيل الحاجة بتاعتنا. جبنا البطاطس بقى. انا بحب لما بجيب بطاطس اجربها في ساعتها بصراحة. يعني اول ما بجيب بطاطس لازما كده بقشر منها حبيتين، واروح جاي مجرباهم علشان اشوفها فعلا طلعت آلية ولا لا. بس انا فعلا بجيبها من واحد يعني على طول بتطلع حلوة. هنقشر بقى كده النهاردة البطاطس، ونقلي برضو من البتنجان اللي جبناه، ونعمل كده فطار حرش كده وحلو. انتوا عارفين بقى لما بيكون الولاد اجازة بتحبي تعملي بقى كده احلى فطار وتحبشي لهم الدنيا. هننضف برضو كده الخس زي ما انتوا شايفين اهو، علشان ننقعه برضو كده ونغسله غسلة كويسة هو والبصل. قطعي بقى كده شوية بطاطس وشوية بتنجان، وهنعمل طعمية ونديها بقى النهاردة. وانسي الدايت بتاعك خالص، ابعدي بقى النهاردة كده على جنب. مادام الولاد اجازة من المدرسة يبقى خلاص مفيش دايت النهاردة. خلاص نقعنا بقى كده الخس اهو زي ما انتوا شايفين، وعليه شوية من الخل كده. والبطاطس بتاعتنا بتتقلي. اقلي بقى كده البطاطس الاول، ونقعنا كده الخس بتاعنا. وناخد ليمونتين بقى علشان جبنا ايه، جايبين رنجة. مش قلنا بقى الدايت هيبوظ. ونقطع بقى طبق خضار كده حلو كده جنب الاكل ده، علشان يفتح نفس ولادنا. الخضار ده بيفتح نفس ولادنا ومفيد جدا على فكرة. لازم تعودي ولادك ياكلوا الخضار وياكلوا كل حاجة. قطعي بقى كده طبق خضار، طماطم كده بقى على شطة على خيار جنب الأكلة الحرشة دي. أنا بصراحة لما بيكون ولادي في المدرسة ما بكتفي بأي حاجة بسيطة جدا في الفطار، لكن ولادي موجودين لازم بعمل بقى أحلى فطار ليهم. هقلي بقى شوية بتنجان كده. شايفين البتنجان بقى جايبينه صابح، وجايبينه بقى بشاير قلبه ابيض ازاي ما شاء الله، قلب ابيض خالص. هنقلي بقى مع بعض كده شوية بتنجان. هنقطع بقى البتنجان ده على ما البطاطس بتاعتنا تنقلي. احنا كده بنقلي البطاطس، وبعد كده هنشيل البطاطس ونحط ايه البتنجان بتاعنا. وقرنين بقى شطة كده لزوم ايه القلية. ومعانا جبنا عجينة طعمية كده، حطينا لها معلقة سمسم وهنقليها برضو. البطاطس بتاعتي اتقلت، شايفين ما شاء الله طلعت جميلة، طلعت شيبسي زي ما انتوا شايفين كده. شايفينها.
اول حاجة بقى قلناها مع بعض البطاطس، وبعد كده هدي النار وانزل بايه بالبتنجان. البتنجان لما تيجي تقليه هدي النار عليه خالص علشان يطلع طري معاكي، علشان يبقى زبدة كده وتحسي انه طري. قليت بقى البطاطس اهيت، وادي البتنجان حطيت قرنين شطة، هدي خالص. شايفين النار عليهم ازاي؟ زي ما انتوا شايفين كده، علشان البتنجان بتاعك يطلع طري وقلبه طري كده زي الزبدة. وبعد كده بقى الرنجة دي لها طرق كتير زي ما تحبي، ممكن تعمليها كده، ممكن تعمليها في صينية في فرن البوتاجاز، او ممكن برضو تنضفيها زي ما انت عاوزة. تنضفيها كده من غير ما تعملي فيها اي حاجة خالص، وتعصري عليها ليمونة. يعني لها كذا طريقة يا بنتي. هتولعي فين؟ تعملي ايه؟ خلاص كده زي ما انتوا شايفين اهو، البتنجان بتاعنا هدينا عليه وغطينا عليه لحد ما استوى وبقى زي الزبدة. خلاص كده نخرجه بقى من الزيت. وكده قلينا البطاطس وعملنا الرنجة، يعني كله كده مع بعض علشان نجهز بقى احلى فطار كده في اليوم الفري. وهنقلي بقى، قليت قرنين شطة. انا بحب اطلع الشطة خضرة كده، بحبها نص سوا. عملنا كده بقى احلى طبق بتنجان كده، وهنعمل له دقة دلوقتي بقى تفتح نفسكم. هنضف بقى الزيت، وبعد كده هنزل بالطعمية. عملنا بقى دقة حلوة كده للبتنجان، عارفينها بقى، اللي هي بقى الدقة الجامدة بتاعتنا دي. معايا طبق فول هحط عليه كده معلقة من الدقة اللي انا عملتها، وبعد كده بقلبها في قلب الفول واحط عليه رشة من الزيت بس كده. وبعدين احشي بقى البتنجان بتاعك كده وشبعيه كده بالدقة الجميلة دي علشان تلاقي طعمه بقى ايه، حلو. واعملي بقى كده احلى طبق بتنجان واحلى طبق طعمية وبطاطس، واعملي فطار بقى كده حلو. الفطار ده كده بيبقى حوالي برضو الظهر، يعني مش هو الصبح برضو اللي ايه ما تقدريش تاكلي فيه، لا بيبقى ايه على الظهر كده. والفطار بتاعنا خلاص ما شاء الله جهز معانا اهو. شايفين ادي الليمون ده برضو انا مخللاه وعاملاه هنا في البيت، والطعمية اتقلت اهي. فرحانة يا جماعة عشان البطاطس بتاعتي طلعت قلية وطلعت حلوة ما شاء الله. اللهم بارك. اتفضلوا معانا بألف هنا وشفا.